السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم وأهلا وسهلا بكم في قول كورة. النهارده معانا مباراة منتخب مصر ومنتخب اثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. خليكم معانا بعد الفاصل هنتكلم عن تشكيل المنتخب وإيه اللي حصل في الشوط الأول وكابتن حسام عمل إيه. ورجعنا لكم تاني في قول كورة. النهارده كابتن حسام بدأ بتشكيل مكون من الشناوي في حراس المرمى، في اليمين هاني وفي الشمال محمد حمدي، في النص رامي ربيعة خالد صبحي، في نص الملعب حمدي فتحي، على يمينه زيزو وعلى شماله تريزيجيه، وفي الهجوم محمد صلاح في اليمين، مرموش في الشمال، وفي النص أسامة فيصل. احنا النهارده فوجئنا بان أسامة فيصل لعب على حساب مصطفى محمد والدفع بخالد صبحي في مركز السيرد باك جنب رامي ربيعه. دول التغييرين اللي ما كانوش متوقعين النهارده ان كابتن حسام يبدا بيهم. قبل ما نخش في احداث الشوط الاول الحقيقه كنا عايزين نتكلم على اهميه المباراه. المباراه دي قد ايه مهمه بالنسبه لنا. المباراه دي فعلا مهمه، محتاجين فيها 3 نقاط، نعدي اثيوبيا ونوصل لبوركينا فاسو ونكسب بوركينا فاسو وناخد 6 نقاط عشان نوصل للنقطه 22 اللي توصلنا لكاس العالم. فالحقيقه المباراه ليها اعتبارات خاصه، اعتبارات خاصه دي اكيد اثرت على مستوى المباراه، مستوى الاداء، اثرت على التشكيل، اثرت على اللعيبه، اثرت على الجهاز الفني. كل ده هنتكلم فيه مع بدايه الشوط الاول، بس مهم واللي احنا عايزين نطلع بيه من المباراه دي هو الفوز. هنتكلم على احداث الشوط الاول وكما هو متوقع ان منتخب مصر ينزل ضاغط على منتخب اثيوبيا اللي اقل مننا فنيا بكتير جدا عشان محاوله حرز هدف في بدايه المباراه يسهل لنا المهمه بعد. في الحقيقه طبعا كما هو متوقع ان اثيوبيا عملت دفاع منطقه زون ديفينس من تقريبا من اخر ثلث الدفاع بالنسبه لهم. يعني منتخب مصر عاملين كثافه دفاعيه غير طبيعيه، ساعدهم شويه طبيعه التشكيل وتشابه الادوار. عندنا حوالي 4 وينجات، انا بتكلم زيزو وفي محمد صلاح، بنتكلم على تريزيجيه وفي مرموش. الحته دي عامله زحمه مع ان عندنا الاثنين ظهراي جنب بيطلعوا هاني ومحمد حمدي، بقت الجناب مقفوله تماما عليهم. شايف الحل الوحيد كان فك التكتل ده هي موضوع سلسله، ازاي احنا نسلسل الملعب نجيبه اليمين للشمال عشان نفضي ناحيه اليمين نعمل منها اوفر، ناحيه الشمال نعمل منها اوفر، نعمل 1 2 نخش جوه المنطقه. بس في الحقيقه دي ما حصلش نتيجه بطء شويه تحضير ونتيجه زي ما قلنا كده ان اللعيبه كلها يعني عامله زحمه على الجنبين، فبصراحه اثرت كتير جدا على حركه الكوره واداء اللاعبين والفعاليه الهجوميه. تحس الفعاليه الهجوميه ضاعت منا فرص بس مش شايفين اداء في الملعب، يعني الاداء كان قليل نتيجه التكتل بتاعي. محتاجين نفك الكلام دوت. ما كانتش في حلول كتيره جدا في الشوط الاول، رغم ان انا يعني اؤمن بالمبدا اللي بيلعب بيه كابتن حسام حسن، اللي هو بيلعب بطريقه هجوميه وعايز احرز اهداف وعايز اهاجم واحط الخصم على طول في منطقه جزائه. بس في الحقيقه كانت ناقصه حاجه، ناقصه موضوع ان انا ازاي افتح التكتل اللي موجود عندي، وده اللي ما كانش موجود بخير. هل كابتن حسام قال حاجه اللعيبه ما نفذتهاش؟ هل اللعيبه اجتهدت؟ هل اللعيبه يعني جت في بعض اوقات المباراه حاسه بفتور شويه؟ انا بتكلم على المختلفين منهم. اللي انا لاحظته في المباراه موضوع حته الانا كانت كبيره جدا في المباراه دي. انا حاسس ان كل لاعب عايز هو اللي يحرز الهدف، اللعيبه ما بتلعبش مع بعض كتير. لا انا كنت محتاج الفرص اللي جت، في اكتر من فرصه جت كان عندي زميل فاضي اقدر اديله الكوره ويقدر يهدف منها. لا بس انا حسيت حته الانا كانت عاليه جدا من اول المباراه لاخر المباراه، واعتقد دي برده كان لها تاثير. الى جانب طبعا يعني انا شايف برده ان المحترفين صلاح مرموش خايفين شويه على نفسهم، حته الاحتكاكات. يعني لا كان في يعني كنا محتاجين اداره مباراه اكتر من كده. كانت الشوط الاول ما كانش فيه حاجه خالص، يعني زي ما قلنا كده اهو الحلول قليله، مفيش غير الكورتين اللي في اخر اللي اتحسب منهم ركلتي جزاء. كره تريزيجيه هي مش ركله جزاء خالص للامانه، يعني انا شايف ما فيهاش حاجه والمفروض تبقى 1 ومفيش مخالفه ارتكبت هنا خالص. بس الحمد لله يعني خدنا ركله جزاء وجبنا منها جون جاب صلاح منها الاول. بعديها بشويه جمله بصراحه دي بقى اللي انا حته اللي كل واحد حوار عن نفسه. صلاح فعلا باص الكوره لورا، لزيزو اللي جاي من ورا اللي شاط جت في ايد المدافع، الحكم حسب ركله الجزاء الثانيه احرز منها مرموش الهدف الثاني. طلعنا الشوط الاول كنا محتاجين النتيجه دي عشان توصلنا لحاجه، توصلنا للحلم الكبير اللي احنا عايزينه. الحقيقه المباراه دي احنا مش محتاجين اداء قوي، احنا محتاجين نتيجه، وهو ده اللي كابتن حسام وصل له في نهايه الشوط الاول، رغم ان الفوز تاخر كتير جدا في الشوط الاول، انما طلعنا الشوط الاول كسبانين 2-0، وقلنا ده يدينا دافع عشان نشوف شوط تاني شكله حلو شويه عن الشوط الاول اللي احنا شفناه. في الحقيقه الشوط الثاني بدا زي اخوه الشوط الاول، يعني برضه ما فيش، بنحاول نضغط تمام. اللي جد في الموضوع ان ابتدى شويه يبقى فيه حركه شويه وهجوم على استحياء من منتخب اثيوبيا اللي بيحاول ما يشيلش النتيجه دي. ففي الحقيقه احنا شفنا الشوط الثاني بنحاول نضغط، ولكن كان في المنتخب الاثيوبي بدينا شويه من الكره في نص الملعب، اينما ما بنوصلش للثلث الهجومي، الثلث الدفاعي بتاعنا لا يعني
بس في حركه عن الشوط الاول. الشوط الثاني برضو زي ما بنتكلم كده كان فاتر، يعني ما فيهوش كوره برضو. بنتكلم انا شايف المباراه اقل من المتوسط، ما كانش فيها كوره كتير. النتيجه اللي كانت المهم ان احنا نكسب وناخد الثلاث نقاط بعد ما بوركينا فاسو فازت النهارده على جيبوتي 6-0 في جيبوتي، وقللت الفرق فرق نقطتين. كنا احنا محتاجين ناخد الثلاث نقط ده عشان نوصل تاني، نوصل الفرق ل5 نقاط قبل المباراه القادمه معاهم في وجدوه في بوركينا فاسو. فالنتيجه كانت اهم من الاداء، ده اللي احنا حسيناه في الملعب. الشوط الثاني فضل ماشي على وتيره واحده، بنحاول نضغط، ما فيش فعاليه هجوميه قوي. حصل تغييرين في الدقيقه حوالي 62، يعني طلع زيزو مرموش ونزل ابراهيم عادل ومهند لاشين. يعني بنجرب ناس، بنحاول ندخل ناس في رتم مباريات. لا يعني برضه انا شايف ما فيش فارق حصل. شايف برضه ان اللعب منحصر، ما كانتش فيه كوره. ولغايه اخر مباراه انا شايف ان مفيش كوره رغم التغييرات اللي اتعملت. بس زي ما اتكلمت بقى في الشوط الثاني ظهرت حته الانا عاليه جدا عند اللعيبه. الانا فعلا، لا اللعيبه كل واحد محتاج هو اللي يجيب الجون. طبعا فيصل بن فريد انا عايز انا اجيب الجون، ابراهيم عادل لا انا عايز اجيب الجون، مع اني كان عندي فرصه ان انا اباصي. تمام. صلاح يمكن اقل شويتين من اللعيبه دي. صلاح لعب كام كوره، وفي كام كوره برضه حرك فيها بنفسه، كان عايز هو اللي يسجل. طبعا نزل مصطفى محمد برضه نازل ان هو كان يعني قاعد على الدكه، وسام فيصل بدأ المباراه على حسابه. فانا شايف برضه مصطفى محمد في كوره او كورتين كده برضه لا انا عايز اهدف، انا عايز اثبت حاجه لكابتن حسام. يعني فانا شايف حته الانا كانت موجوده شويه في معظم اللعيبه بتاعت خط الهجوم. ده الخمس لعيبه دول الطرفين اللي في نص الملعب، الثلاثي الهجومي، لا انا كل واحد انا عايز اهدف. والحته دي انا عايز يعني طبعا المرحله الجايه كابتن حسام يتكلم مع اللعيبه في الحته دي. لا ازاي انا ابص، ازاي انا اشوف اللعيب الانسب، ازاي انا باصي، ازاي انا يعني اهم من ان انا اجيب جول، لا اساعد في احراز الهدف. ده المهم. المباراه ما كانش فيها حاجه، قلنا هنتكلم بس على اداء راقي جدا 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 من حمدي فتحي. هو ده الملفت للنظر النهارده. فعلا حمدي موجود في كل حته في الملعب، واكل الملعب، واكل الحته بتاعت نص الملعب دفاعا وهجوما. لا بقطع، بنقل، بوزع كره يمين شمال، لا انا موجود وموجود بقوه فعلا. لا دور حمدي فتحي مؤثر جدا. شايف ان حمدي كمان نازل في الوزن، لياقته مساعداه. ممكن تكون برضه الفريق قليل فنيا شويه، لا بس حمدي فتحي اداء راقي جدا النهارده، وفعلا هو نجم المباراه. غير كده المباراه ما كانش فيه حاجه خالص. الشوط الثاني مشي على وتيره واحده زي ما اتكلمنا، ما كانش فيه حاجه خالص. المباراه ما كانش فيها كوره كتير، مش هنقدر نتكلم فيها كوره كتير. لما هنتكلم عليه الصعوبه اللي هيقابلها كابتن حسام المرحله الجايه، دكه البدلاء والنجوم الكتيره اللي موجوده، وازاي اقدر ادير النجوم دي، ازاي اقدر استخدمها وقت الحاجه، ازاي شخصيه المدرب تطغى على الفريق، ازاي المدرب يقدر يتحكم في مجريات الامور. ده اللي الواحد متخوف منه الفتره اللي جايه. انا بشوف اللعيب اللي يستبدل مش عايز يطلع من الملعب، واللعيب حاسس لا انا المفروض ادي شويتين، وده مش التوقيت اللي انا اطلع فيه. ده احساسي، اتمنى طبعا احساسي ده يكون خاطئ. طبعا انا بتكلم على الحمد لله ان كابتن حسام برضه مدرب المنتخب ده نجم، وانا شايف ان هو يعني اكبر من نجوم كتيره جدا موجوده في المنتخب دلوقتي. طبعا اكيد باستثناء صلاح، بس كابتن حسام اسمه وقامه، لا ان شاء الله قادر على اداره الحته. ده اللي انا متخوف منه الفتره اللي جايه. الفتره الجايه هتبقى محتاجه ان انا لا يعني في لعيبه رغم ان هي محترفه او لعيبه في فرقها او لعيبه نجوم، لا هحتاج ان انا اقعدهم على الدكه، هحتاج ان انا ما ابداش بيهم المباراه. فالحته دي ازاي كابتن حسام يدرب الفتره الجايه، هي دي اللي الواحد متخوف منه جدا. خايف ان ده ياثر على الفريق في مشوار. انا بتكلم كلها الموضوع المباراه الجايه. المباراه الجايه مهم جدا 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 ان احنا نشوف المباراه الجايه ازاي. ده اللي احنا نشوفه كابتن حسام. طبعا شايف ان توظيف خالد صبحي لم يختبر النهارده، لا اكيد مش هنشوفه في مباراه زي ديت، لا هنحتاج نشوف مباراه ثانيه. وهل فعلا المباراه الثانيه دي في تعديل مثلا في الخطوط؟ بتكلم عن خط النص ده، خمس لعيبه الهجوميه اللي احنا بنلعب بيهم اللي هم الاثنين على اليمين والشمال، تريزيجيه وزيزو، وقدامهم صلاح ومرموش وسام فيصل. هل الخمسه دول احتاجهم في مباراه زي مباراه بوركينا فاسو، ولا لا الدنيا هتختلف؟ لا ان على الاقل في اثنين من اللعيبه دول هيقعدوا، وينزل اثنين تانيين نملى نص الملعب دول، ونتحكم شويه في منطقه نص الملعب عشان نقدر ندير المباراه، نقدر نحجم فريق بوركينا فاسو. بوركينا فاسو فريق قوي سريع وقوي على ارضه، ونتمنى ان شاء الله المباراه الجايه كابتن حسام لا يورينا تشكيل قادر على ان يتحكم في المباراه ويتحكم في اداره المباراه بشكل كويس هجوما ودفاعا. في بعض النقاط محتاج كابتن حسام ان هو يقفلها من النهارده، موضوع اللاعبين، موضوع اللعيب الفتور، اللعيب اللي جاي انا جاي بس انا بأدي الماتش ده والماتش الثاني وخايف على رجلي ومش خايف. يعني انا بتكلم على اللعيبه المحترفين، لا الموضوع الحته دي شويه لازم نشوف، لا نشوف احتكاكات ونشوف قوه اداء من اللعيب. شايف ان اللعيبه المحترفه دي يقعد احتياط يلعب اساسي؟ لا انت لعيب محترف
وعارف ان ده بيحصل في فرقته، وطبيعي جدا يحصل في منتخب مصر. ان الكلمه في الاول وفي الاخر هي لواحد بس، كابتن حسام حسن. هي كلمه المدير الفني، مين يبدا ومين ما يبداش، وقال توقيت نزوله، وده محتاج يتغير او ما يتغيرش، دي بتاعت المدير الفني. فان شاء الله نتمنى الفتره الجايه يبقى فيه التزام كامل من اللاعبين، اداره كويسه من الكابتن حسام في اداره دكه البدلاء، لان دي انا شايف ان ممكن تعمل مشكله. وان شاء الله نشوف لا تشكيل بقى، عايزين نلعب كوره زي ما انت قلت لنا كابتن حسام. عايزين نكسب ونروح نلعب الفرق على ارضها وعايزين نكسب، لا عايزين تشكيل نكسب بيه فعلا الفتره الجايه. والتشكيل ده احنا الاقوى، ولا التشكيل ده انت بتلعب منتخب مصر، بتلعب الاسم القوي، محتاجين نحس ده في الملعب. النهارده احنا ما حسيناش الكلام ده قوي، حسينا في تخمه، ما حسيناش ان في اداره مباراه، وحسينا ان في شويه خوف. لا احنا عايزين الثلاث نقاط دول، عشان الثلاث نقاط التانيين نوصل ل6 نقاط، نوصل بيهم النقطه 22، نوصل بيهم كاس العالم. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه الاربع خمس ايام اللي جايين دول، لا ان شاء الله لا ناس تشد حيلها شويتين ثلاثه، 3 ايام قبل المباراه اهو، لا حط نقط على الحروف، لا يبقى في تشكيل الحمد لله قادر ان هو يأدي قدام بوركينا فاسو عشان نوصل للثلاث نقط التانيين اللي توصلنا كاس العالم. كل التوفيق لمنتخبنا، ما كانش حاجه كتير بنتكلم عليها كوره، لا بنتكلم حته اداريه بحته اللي هي ورا الخطوط، حته الدكه والاحتياطي واداره النجوم الكتيره ديت من المدير الفني. ان شاء الله الكابتن حسام قادر، ان شاء الله لعيبتنا واعيه، ان شاء الله نشوف اداء ومستوى احسن من اللي احنا شفناه المباراه النهارده في مباراه بوركينا فاسو ان شاء الله، ونوصل لنتيجه طيبه. ده كان تحليلنا عن المباراه وعن خارج الخطوط، خارج المستطيل الاخضر، واللي احنا نحتاجه خلال المباراه الجايه مع بوركينا فاسو. في نهاية حلقتنا حابب أقول مبروك لمصر، مبروك لكل المصريين، مبروك كابتن حسام وكتيبة الفراعنة، وإن شاء الله نشوف أداء قوي إن شاء الله يوصلنا كأس العالم في المباراة اللي جاية يوم الثلاث اللي جاي، مباراة بوركينا فاسو. إن شاء الله زي ما الفراعنة قدروا عبروا السد الإثيوبي، إن شاء الله قادرين على هزيمة الخيول البوركينابية إن شاء الله في أرضها. كل التوفيق لمنتخب مصر، كل التوفيق ودعوات كل المصريين المباراة الجاية إن إحنا ناخد الثلاث نقاط ونوصل للنقطة 22، نوصل لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قول كورة، حكم الكورة السابق هشام حامد.